انه نسبة امتلاك المنتخب المغربي اليوم 61% مقارنة ب 39% المنتخب الفرنسي، وهي أول مباراة في كأس العالم هذه يوصل المنتخب المغربي انه يستحوذ هو على اللعب. شفنا المنتخب المغربي في المباريات اللي قبل فيها اللعب واللي ما تجاوزش فيها نسبة الامتلاك 27%، خرج بنتيجة المباراة. اليوم المباراة اللي امتلك فيها الكرة خرج منهزم فيها. شفنا مواجهات داخل المواجهه، شفنا مواجهه بين المدربين، بين الراكراكي وبين ديشان، واللي انتصر فيها ديشان معناها بنتيجه المقابله، لانه حتى تعامل الراكراكي خاصه في الشوط الثاني كان ممتاز مع المباراه، خاصة معناها مع التغييرات اللي قام بها وفرض أسلوب اللعب والضغط على دفاع المنتخب الفرنسي. وإلا لكن في مقابل لقى منتخب واقف منظم دفاعيا، منظومة دفاعية متكاملة. شفنا كيف اليوم اللي عمل الفارق هو الفرق بين الحارسين، بين لوريس وبين بونو. تدخلات لوريس في مقابل انه بونو اليوم مش بونو اللي شفناه في المباريات اللي فاتوا، معناها حتى في الخروج على الكرات العرضيه ولا في الركنيات معناها ما كانش يخرج، وكم كره تعدت على مهاجمي المنتخب الفرنسي وكانت معناها محاذيه للمرمى. وقت اللي نشوفوا معناها بقيه حتى بقيه الارقام، نشوفوا انه عدد التمريرات بالنسبه للمنتخب المغربي 591 تمريره، كان ناجح في 528 تمريره، في مقابل انه المنتخب الفرنسي من 368 تمريره نجح في 310 فقط. شفنا التوزيعات انه وهنا نقطه الاستفهام الكبيره، انه المنتخب المغربي اللي تفوق في المباريات اللي راحت ولا المباريات الفايته في العرضيات ولا في التوزيعات، اليوم نلقاو من 21 توزيعه فما توزيعه واحده فقط معناها اللي كانت ناجحه، في مقابل انه المنتخب الفرنسي من 8 توزيعات نجح في 4. شفنا التمريرات بين الخطوط بالنسبة للمنتخب المغربي كانت 74 في مقابل 67 للمنتخب الفرنسي. كسر الخطوط تقريبا 111 نجح فيها المنتخب المغربي من 162 تمريره اللي كسر الخطوط، في حين انه المنتخب الفرنسي نجح في 82 من 122. الهجومات داخل المنطقه 13 للمنتخب المغربي مقابل 15 للمنتخب الفرنسي. الهجوم على الجهه اليسرى 14 وعلى الجهه اليمنى 25 للمنتخب المغربي. وهنا نشوفوا انه الجبهه اليمنى اللي خدمت خلينا نقولوا في الشوط الاول كانت اكثر نجاعه هجوميه معناها، حتى في الشوط الثاني بتحرك المحور بتوصيات من المدرب في الزياده العدديه على الجهه اليمنى وبالتالي القيام بالعرضيات، في مقابل انه المنتخب الفرنسي كانت 15 هجمه على الجهه اليسرى جهه مبابي مقابل 8 على الجهه اليمنى. شفنا الاهداف اللي تسجلت للمنتخب الفرنسي، الهدفين كانوا داخل المنطقه، كانت معناها كرة على اليمين والكرة الثانية على اليسار خلينا نقولوا مع وقت اللي ما يبعدوش على بعضهم برشا معناتها، كلهم هكا كما في كماله معناتها تكمل اللي يجي قدام الملاعب كملها معناتها. الهدف الاول جات قدام هرنانديز، والهدف الثاني معناتها زاد كيف بعد محاولة تسديد من مبابي جات قدام الاتاكون. لكن فما حركيه معناها ذكيه من مهاجم المنتخب الفرنسي اللي كان موجود معناها. ما قلناش اوزار معناتها، ما قلناش احنا بالزهر، لكن اكيد فما بلاسمون يرو بلاسمون انه كان قدام المدافع انه تحرك ومن بعد مشى في الظهر نتاعو فهمتني وطلب الكره وحط الكره في الشبكه في